تشكيلة النادي الأهلي اللي هيلعب بها يستروب النهارده أمام نادي المصري البورسعيدي والخطط الجديدة اللي هيعملها يستروب مع النادي الأهلي. تعالوا نبدأ الأول بالتشكيلة. هنبدأ الأول طبعا بحراسة المرمى. عندنا هنا الكابتن محمد الشناوي، هو يستحق أن يكون الحارس رقم واحد للنادي الأهلي، وكمان لمنتخب مصر فالشناوي حارس كبير جدا جدا وبيعمل مستوى عالمي في الفترة الأخيرة. بعد كده هنروح للباك يمين. هنا معانا هنلعب بمحمد هاني. محمد هاني لاعب كبير ولاعب رقم واحد في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، فلاعب محمد هاني فمحمد هاني مستواه متقدم جدا جدا، مستواه ما بيتاخرش ابدا حتى يكون مصاب ويرجع من اصابه تاني مستواه سليم 100%. هنلاعب هنا في الباك يمين محمد هاني. بعد كده في الباك ليفت هنروح لمحمد شكري. محمد شكري طبعا هو ده مركزه الاساسي، لكن يستروب عايز يعطي له الفرصه انه يثبت نفسه، عشان لو اثبت نفسه هيكون هو المركز الاساسي في الباك ليفت النادي الاهلي، وكمان هنشوف معاه باك ليفت كمان. بعد كده ثنائي الدفاع عندنا هنا ياسر ابراهيم وياسين منعي. الاثنين دول بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا. ياسر ابراهيم وياسين مرعي بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا، فاللاعيبه دول فاهمين بعض جدا جدا بمستوى عالي، بيلعبوا بكل رجوله مع النادي الاهلي. ياسين مرعي هيكون نجم النادي الاهلي والدفاع القادم للنادي الاهلي، دفاع متميز جدا جدا. بعد كده هنروح لنص الملعب، هيلعب بمحمد علي بن رمضان وهيلعب بمروان عطيه. الاثنين دول عاملين اداء عالمي في نص الملعب مع النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان التونسي لاعب عالمي ولاعب تاريخي، ومروان عطيه تمريرات حاسمه وكل حاجه جميله بيعملها مروان عطيه مع النادي الاهلي. بعد كده هنروح على الهجوم على طول. هيلعب في الجهه اليسرى هنا باشرف بن شرقي. هو ده اشرف بن شرقي بالظبط، اشرف بن شرقي المايسترو. اشرف بن شرقي لاعب جميل ولاعب رائع ولاعب بيعمل تمريرات حاسمه، بسم الله ما شاء الله على اشرف بن شرقي. بعد كده في الجهه اليمنى هنا معانا زيزو التاريخي، زيزو العالمي، زيزو الجميل. زيزو بيعمل اداء عالمي جدا جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فهو راجل من رجال النادي الاهلي، فزيزو مهم جدا مع النادي الاهلي. بعد كده في الهجوم هنلعب بجريديشار، مفيش اللي هو اللي جاهز مع النادي الاهلي، وطبعا يستروب بيعطي لجريديشار فرصه، عشان جريديشار لو مش اثبت نفسه مع النادي الاهلي فهو هيمشي والنادي الاهلي هيجيب مهاجم تاني. يستروب اساسا كمان مش معجب بمحمد شريف، بيقول لك محمد شريف مش ينفع يكون مهاجم للنادي الاهلي، وطبعا هيلعب بتحت المهاجم على طول بتريزيجيه. سرعه، مهاره، تمرير، قوة عالمية تلاقيها في تريزيجيه. هنا تريزيجيه لاعب جميل جدا جدا. تريزيجيه بيستلم هنا من جميع اللاعبين، محمد علي بن رمضان ومن مروان عطية ومن زيزو ومن بن شرقي، فتريزيجيه هنا في النقطة ديت مهم جدا جدا. دي التشكيلة اللي يستروب المفروض هيلعب بها النهارده امام نادي المصري البورسعيدي. توقعاتكم معايا لهذه المباراة؟